اهلا بكم يا شباب. طبعا عايز اقول لكم ان بقالي كام يوم عزيزي المشاهد متحمس جدا، لان على احد المنصات في السوشيال ميديا وانا بقلب كده لاحظت ان في ترند طالع جديد هنا في المانيا. طبعا مطعم صيني جديد فتح هنا قريب مني، وما شاء الله الالمان يروحوا ياكلوا من عنده رامن اللي هي المكرونه النودلز اللي بتكون في قلب الشوربه، وبعض الانصاف الخضروات اللي بتكون موجوده جواه. ففي الحقيقه لما شفت الاكله والترند ده انا عجبت جدا بالرامن. اول حاجه حبيت ابدا بيها في اليوم الصح عشان اكون مبسوط ان اروح الجيم. طبعا كعاده ما كنتش بطول، ولكن بقالي اسبوع مسجل في الجيم. قلت لكم قبل كده كنت مسجل بقالي كتير بس ما كنتش بروح، لكن المره دي بقى في حب، بقى في كده ثقه متبادله او حب متبادل ما بيني وبين الجيم. بقيت اروح اطول لدرجه ان ساعه ونص احس انه بيت ابويا، يعني ما مليش خالص عزيز المشاهد. فحبيت الموضوع ان الواحد برضه يهتم بصحته كده، فدربت حوالي ساعه ونص وكنت مبسوط جدا بتدريبات النهارده الصراحه. طبعا بعد ما خلصت من الجيم هنتجه على مدينه اسمها اونا، وبعدين من هناك هناخد القطر بتاعنا ونتجه على دورتموند علشان نروح على المطعم الصيني. النهارده انا موجود في مدينه اسمها اون، عدد سكانها 58,000 نسمه، موجوده في شمال نورد راين فيستفالن. في الحقيقه المدينه دي هتاخدنا رحله للعصور القديمه عزيزي المشاهد، بسبب مبانيها عندها تاريخ عريق وقديم جدا. ده بيظهر على الهندسه المعماريه في بيوتها القديمه والجديده في نفس الوقت. وعايز اقول لكم ان المدينه دي بيكون عليها اقبال سياحي كبير جدا، بسبب بتكون الواجهه الكلاسيكيه بالنسبه للزوار واللي بيحبوا التاريخ القديم. عايز اقول لكم الحلو في الموضوع ان الممرات الضيقه والبيوت الخشبيه دي بتعكس التراث المعماري ايام العصور الوسطى في القرن 19 هنا في المانيا، وده اللي بيخليك تنبهر من جمال مبانيهم الخشبيه القديمه. عايز اقول لكم ان ديت اكبر ساحه موجوده في المدينه، كلها سوبر ماركات ومطاعم وكافيهات، يعني منطقه نابضه بالحياه والاكتيفيتي في نفس الوقت. وهنا بيحصل تجمعات في الويك اند كده، بيعملوا زي نظام حفلات، ولكن الصبح تحس ان المدينه كئيبه جدا، وده بسبب فراغ الشوارع، ما تلاقيش الناس فيها. بس عايز اقول لكم ان الكل اصلا في الشغل، ونسبه كبيره جدا برضو من كبار السن بيكونوا ساكنين هنا في المنطقه، فعشان كده ما تلاقيش فيها كده تعزيز كبير من الانشطه، وتلاقي حركه شبابيه في المنطقه هنا. عايز اقول لكم ان في اونا هنا درست فيها 5 سنين، كانت مدرستي هنا. ومن اسوأ الحاجات اللي كانت بتخليني الصراحه اكره هناك المدينه ديت هي حركه المواصلات، لان القطارات فيها مش افضل حاجه، دايما تتاخر ودايما ما تجيش، عكس ان هي بتبعد عني 15 دقيقه. فال 15 دقيقه دول باخدهم في حوالي ساعه بس، بمجرد اني احب اجي في يوم من الايام. فعشان كده حبيت بس اجي النهارده اصور فيها. فالنهارده حتى لما جيت اصور شويه فيها جيت بالاتوبيس، لان مفيش قطر، وقعد حوالي ساعه. شوفوا هنا محلات الورد، عايز اقول لكم ان كل كام يوم بيغيروا الورد والزهور ديت علشان خاطر بتفسد. بس الزوار اللي بيجوا للمدينه بيكونوا كتار، فبيبداوا يشتروا الزهور ديت، فعشان كده ما بتطولش هنا في المحل ده. شوفوا حتى ديت اللي عنده اهل او عنده قرايب وهنا، عشان زي ما قلت لكم عشان في كبار سن كتير هنا، فتبدا بقى ايه اللي عندهم ابناء احفاد بشكل عام بيبداوا كل فتره او في الويك اند يزوروهم، فبيجيبوا هدايا بقى من المدينه هنا، لان المدينه سياحيه وحلوه ونابضه بالحياه. طبعا عايز اقول لكم ان هي ما فيهاش محلات عربيه كتير، تلاقي فيها اتراك تقدر تشتري اكلات حلال كده. في سوبر ماركت برضو عربي هنا لاحظته، بس يعني هي مش احسن حاجه للزوار العرب، ولكن تيجي تتفرج على المعالم السياحيه، البيوت الكلاسيكيه التقليديه الخشبيه ديت هتستمتع منها. طبعا عشان بلاقي حمير كتير متجسده هنا في المدينه، وانا مهمتي ان ادخل وابحث واعرف القصه بالكامل. فيقال ان احد الاساطير القديمه عزيزي المشاهد ان كان في غزو على المدينه هنا ايام زمان، فقررت هنا المدينه كانت محاوطه كده بالجسر والبوابات، بدات تقفل البوابه على نفسها عشان خاطر الاعداء دول ما يبقاش في غزو ويدخلوا المدينه ويسيطروا عليها بشكل كامل. فهنا حاولوا يقفلوا احد البوابات، ولكن كان في فتحه، كان في حمار عالق فيها، فلما حاولوا يقفلوا البوابه فضل الحمار عالق، ما عرفوش يطلعوا الحمار. فهنا بقى من ساعتها التصق الحمار كرمز للمدينه هنا. وطبعا عايز اقول لكم ان كلمه حمار مش هتكون مزعجه بالنسبه للسكان، ده مصدر فخر وفكاهه في نفس الوقت. فعشان كده في الشوارع او في الصيدليات هنا عزيزي المشاهد تلاقيهم متجسدين الحمار وبيعبروا عن فخرهم. متعود اجي اشتري البروتين ده اللي هو بالفراوله، طعمه جميل جدا وفيه كمان فيتامين 9، سعره عامل يورو 89 سنت، ولكن كميه البروتين فيه معقوله الصراحه، 23 جرام بروتين وما فيش سكر. يعني انا الصراحه دخلت اشتريت المشروب المثالي ده، بحبه جدا وفي نفس الوقت يعني مفيد للجيم وكده، فجيت اخد واحد من السوبر ماركت. دي اول مره في حياتي الاقي مجسد بيت خشبي داخل سوبر ماركت، تخيلوا. بس ده محل ورد فقط، يعني حاجه جديده كاشوفها، بس منظره جميل جدا، شكله كلاسيكي كده ويخليك تنجذب ليه وتشتري الزرع ده. طبعا في الحالات الاستثنائيه اللي انا موجود فيها عاده بيكون الاتوبيس مليان، بس شوفوا فاضي ازاي والنظافه بتاعته، ما دايما نضيف حتى لو مليان.
فيو. طول ما انا راكب كده اقعد اتفرج على الطبيعه، فما ما بيجي ما فيش فرصه ان الواحد ينام يعني، حتى لو المسافه بعيده بحوالي 3 4 ساعات، فبستمتع بالطريق حرفيا هنا. طبعا المطعم اللي انا رايح عليه ده اسمه موكي، اصحابه اخين، تخيل عزيزي المشاهد، نجحوا بسبب عدد الاكلات المختلفه الصينيه اللي بيقدموها هنا، وبيعبروا عن ثقافه بلدهم برضو بشكل عام. فالالمان تقبلوا حاجه زي كده، فبقى ليهم كذا فرع في المدينه هنا، تخيلوا، وبعتقد في كل المانيا كمان. طبعا اول حاجه لازم ناخد لنا طبق بلاستيك من ده، لان ده باختصار اللي هنحط فيه كل حاجه. هنا النظام يعتمد كاوبن بوفيه، ولكن لما نحط كل الاكل هنا هيوزنوه في الاخر وندفع الفلوس. في طبعا هنا كل اللحوم وفراخ، فانا مش هاخد اي حاجه من هنا. في جمبري وفي لاكس، بس انا هاخد لي قطعتين لاكس اللي شايفينهم دول، بنزرعهم على طول في الطبق. في بقى كذا نوع من انواع النودلز هنا، هتلاقي سباكيتي وفي نفس الوقت الاندومي، ولكن انا هاخد كيس من ده عشان اعمل فيه الرامن، عشان اوصل للتلاجة هنا اللي موجود فيها كل بقى ايه الحاجات المختلفة اللي هتتحط في الطبق هنا. عشان الموضوع اوفر قوي نمسك الكاميرا وامسك الطبق واحط عليه. اوكي، هنحط لنا كوسة من ديت، وهحط كمان شوية ادمامي، دي بحسها ان هو الفول الحراتي، مش عارف ليه كده، وشوية بابريكا حمراء. واو، احس ان انا هعك، بس يلا كل الاصناف الموجوده ديت بتكون صح وبتتحط على الرامن عادي. وبعدين مش انا لوحدي اللي واخد رامن اصلا، كل اللي بيجي هنا بياخد رامن. وشويه سبانخ حديد بنظر امي، بس شوف السبانخ اول مره اشوف حجم زي ده الصراحه. شوفوا ديت اسمها جراثيم الصويا، اسمها غريب، ولكن هناخد منها شويه. ديت بتكون موجوده على الرامن ضروري. وهضيف برضو هنا بروكلي والذرة. يا سلام، هنا الذرة بيعمل نكهة جميلة جدا لما بيتسلق او بيطبخ مع الاكل بشكل عام. خلينا ناخد هنا برضو بيضة مسلوقة، نحطها هنا كده، وفي بيض مطشطش كمان، وشوية جزر عشان تكون احلى شوربة خضار اشربها في حياتي. هنا برضو في مأكولات بحرية، شوف الجمبرية عاملة ازاي. اوف، هاخد لوحدة الجمبرية وواحدة بلح البحر. بس خليني اقول لكم ان انت مهما تحط الجمبري ملوش سعر، بس هم بيوزنوا، ولما الوزن بقى بيعدي ال 100 جرام بتدفع اكتر. ال 100 جرام بتدفع لهم 3 يورو 30 سنت. طبعا هنا جيت عند الكاشير عشان احاسب وقدمه الطبق وهم هيسخنوه. هلو، خلينا نشوف هيعمل كام. متفائل جدا ان شكله هيعدي ال 20 يورو، مش عارف ليه. طبعا هنا انواع الشوربه اللي بتقول لازم اختارها. مخمل ميت هينشن زوبا سبيس. يا دانكه، اخترت اللي هي شوربه الفراخ. السعر عمل 18 يورو. Wie viel Gramm? Da muss ich es Bescheid sagen. 584 نص كيلو. Ja, ich bin YouTuber. Echt? Ja, ich bin Bekannter. Ahmed Muharram. Ahmed Muharram auf Deutsch oder auf Arabisch. Wusstest du das, ne? Ja, kann sein, morgen oder übermorgen. طبعا أخذت مني alles klar, Dankeschön. هتشوف خطي تتراجع دلوقتي إن حتى تطلب اسمي على اليوتيوب عشان تتابعني. Fast 1 Million Abonnent. Wow, wirklich? Ja. Danke sehr. Ciao. Danke gleich. طبعا عرفت ما شاء الله احنا قرب على المليون. انا قلت ان هيجي يعني ناخد هديه من المطعم ولا حاجه، قلت روح اقعد يلا. حب الصينيين لليوتيوبرز. بس خلينا اقول لكم المحل من جوه شكله حلو قوي. بيستخدموا هنا الديكوريشن او الانوار الصينيه اللي بتكون موجوده في الصين. شوف بعض الاشخاص الصينيه برضو اللي راسمينها على الحيطه، فهنا يحسسوك ببعض الثقافه الصينيه اللي موجوده في المحل. يعني الصراحه وانا بالداخل مش عايز اطلع من المحل، يعني مستمتع جدا كأن الصين. اكبر مشكله قابلها دلوقتي ان مفيش مكان، فانا مستني هنا لحد ما حد يخلص يخلي عنده دم ويقوم يمشي عشان يقعد مكانه. طبعا قسم بالله الحاجه الوحيده اللي فادتني ان البنت اصلا شافتني واقف وانا المكان فيه ناس كتير، فضلت وقفت معايا لحد ما واحد قام قالت له روح اقعد هناك، وفي زحمه يعني في ناس اصلا غيري مستنيه لحد ما تلاقي مكان. شوفوا الواسطه. طبعا احلى حاجه في المطعم هنا ان له مشاريب ووصفات خاصه هو بيعملها هنا في المطعم، يعني انت اصلا ما تلاقيهاش في اي مكان من بره. والمنيو بتاعهم مليان بالجترينك اللي هي المشاريب الصينيه. ده
عصير صانعينه، بيقول لك عصير صنع منزلي اسمه موكي ليمون، اسم الموكي على اسم المطعم بتاعهم، وفي نفس الوقت عايز مش نعناع وليمون، وغير ان في كمان شويه سبرايت. انا ما بشربش اصلا اي حاجه فيها صودا، فانا قلت له هات اشهر حاجه عندك، فجاب لي ديت. استعمال لذيذ بس انا ما بشربش صودا. بص هو الطبق شكله جميل جدا وعسل، وكمان كل حاجه انا حطيتها هي موجوده، لا ناقص منه ولا زايد منه، ولكن المشكله الوحيده اللي هتقابلني دلوقتي هم المعلقتين دول، اللي هتبقى فضيحه قدام كل اللي قاعدين دلوقتي اللي اتاقلموا عليها وبياكلوا منها. بس الحلو في الموضوع اللي هيساعدني المعلقه الثانيه ديت اللي نقدر نشيل بيها. بس خليني اقول لكم اصلا ان الرامن ديت اصلها يعود للصينيين اصلا، ولكن بدات تنشهر في اليابان اكتر. عزيزي المشاهد، اليابانيين خدوهم منها وبداوا يطوروها، بقت اكله وطنيه. بس خليني اقول لكم الفكره جت ازاي. في نهايه القرن ال19 بدايه القرن ال20 بدات مكرونه القمح اللميان تتنقل من الصين لليابان. عزيزي المشاهد، طوروا فيها ويعملوها بالمنظر اللي انتم شايفينه دلوقتي، اللي هي بقى يضيفوا عليها شوربه الخروف او الفراخ، وبنفس الوقت النودلز والاصناف الثانيه من الخضروات ومأكولات البحريه وكده. اول حاجه اللكس، بسم الله. وانا لو طالب شوربه الخروف بعتقد ان الشوربه الضاني كانت هتعمل ميكس احسن بكتير من شوربه الفراخ. بسم الله. بس بعيد عن كل حاجه، انا بحس ان اليابان بترخم على الصين. ده مش اول اكله تتاخد منهم. عندكم الماتشا المعروفه عالميا دلوقتي، الماتشا اصلا تعود للاصول الصينيه، ولكن برضه اليابان خدتها وطورتها وانشهرت برضه في اليابان، وبقت دلوقتي من اشهر المشروبات اليابانيه بالنسبه لليابانيين والعالم كله. ففي ناس كتير جدا ما يعرفش ان اصل الماتشا اصلا صينيه. بسم الله. تعمل مكرونه ممتاز، شبه الاندومي بالظبط اللي احنا بناكله بنشتريه من السوبر ماركت. بسم الله. شوفوا انا احب جدا المأكولات البحريه، بلح البحر شكلها عامل ازاي. مطبوخه كويس، بس المشكله ما بحبش اكل اي مأكولات بحريه بالذات لو فيها كده، يعني تحس انت بتاكل اللبان كده بتندغ، فانا بحبهاش. بحب تكون مستويه قوي زي اللحم كده اللي بيكون مستوي بقاله كتير، او سمك اللكس بيبقى افضل بكتير في الطعم. ما تحسش بانت بتاكله اصلا، بيبقى طعم زي الميه لو مطبوخ كويس. اي واحد مبتدئ مسك العصايتين دول اكيد تعب لحد ما اتعلم. تحس ان الخضروات مش مستويه بسرعه. البروكلي كده تحسه ناشف شويه. اول مره في حياتي اكل بيض في شوربه. طبعا الجمبري مش هيتنضف بالعصايتين، فلازم كده ناخده على جنب وننضفه بطريقتنا. بحس برضو ان مفيش يعني تتبيله برضو في الجمبري رايقه، خدوها كده زي ما هي وحطها في الشوربه وقال لك ايه خليها تشرب من شوربه الفراخ. بس بكره تنظيفه، وعندي يعني عقده من تنظيف الجمبري. شوف اللون بتاعه ما شاء الله جميل جدا. حلو واخد من شوربه الفراخ، فعشان كده تحس النكهه بتاعته مش موجوده اصلا، اللي موجود في الطعم هو شوربه الفراخ. شوفوا دي بلح البحر الثانيه حلوه، دي اكبر من اللي احنا خدناه من شويه. واو، لونها نفس لون الجمبري، واخده طعم البروكلي او مش عارف كده. طبعا قسم بالله اكله على 10 على 10. اخر مره اكلتها كانت عند اليابانيين، كان طعمها ممتاز الصراحه. الصينيين يعملوها بطريقه واليابانيين يعملوها بطريقه تانية، ولكن انا احب اكل الاكله المشهوره في البلد الاصل، لان دايما البلد الاصل هي اللي بتبدع، هي اللي بتخرج الكواليتي اللي العالي والمدقوق فيه. فما كانتش اليابانيه هي يعني بالنسبه لي الافضل، بس هنا في الصيني كانت اجمل رامن اكلتها في حياتي. ونيجي اليوم التاني يا شباب. في الحقيقه امبارح كنت عايز انزل اتسوق اصلا في نفس اليوم اللي انا خرجت فيه وكلت فيه الرامن، بس الصراحه كسلت، قلت ممكن اخليها اليوم التاني. فلازم اتسوق شويه حاجات من السوبر ماركت لان حرفيا تلاجتي فاضيه خالص. اول حاجه هناخد موز، طبعا سعر الكيلو يورو 29 سنت، فانا هاخد اكتر من كيلو يعني. يخلينا ناخد خيار بتكفيني يومين، فسعر الواحده 69 سنت، حلو قوي. وناخد طماطم، طبعا سعرهم 2 يورو 29 سنت.
وهنا هاخد بيض. طبعا العلبة ديت فيها 18 واحدة، سعرها 4 يورو و19 سنت. وده عيش فول كورن اللي هي الحبوب الكاملة، عيش ممتاز مليان بروتين الصراحة. سعره عامل 89 سنت، فهناخد واحد. وهاخد تفاح أحمر سعره يورو 69 سنت. وهاخد كمان هنا ذرة الوافلز، ده معمول بس من الذرة كأنه توست، سعره عامل 65 سنت. هو مكتوب رايز وافل، دي الرز الوافل، بس هنا مايس اللي هو الذرة، فبعتقد هما الاتنين نفس السعر. احيانا الناس هنا لما بتاخد حاجة وبيجوا عند منتج تاني بيعجبهم فبيبدلوهم ببعض، فلازم على الواحد يقرأ هو بياخد ايه عشان خاطر ما يروحش عند الكاسة ويتفاجئ ان بيكون سعرها اغلى من اللي شافه اصلا يعني. بس كده هي ديت الحاجات اللي اشتريتها النهارده، ومفيش حاجات انا هجيبها. تخيلوا ان الحاجات ديت كلفتني حوالي 14 يورو. يعني قسما بالله هنا في المانيا اصبحت الحياه كل يوم بتغلى، الاسعار مش مستقره خالص. فلو رجعنا لورا 2015 انت الحاجات دي كنت ممكن تجيبها في حدود 5 يورو او يمكن اقل كمان. اصبحت الدنيا دلوقتي الدبل، كله بقى يرتفع الاسعار. يا صباح الخير. الجو النهارده اكتر من الرائع، متفائل جدا. في الحقيقه النهارده مخطط انزل على المدينه نتمشى شويه، نحضر غروب الشمس ونشوف ايه الانشطه اللي موجوده هناك. طبعا دلوقتي عشان احنا دخلنا في التوقيت الصيفي بقى لنا كام يوم عزيزي المشاهد، فعايز اقول لكم ان الشمس اصلا بدات تغيب من هنا من الساعه 9 بالليل كده، يعني الساعه دلوقتي حاليا 7:30. فكميه الناس اللي بشوفها في الشوارع عكس الشتاء، فبيوريك هنا قد ايه الناس اصلا بيكرهوا الليل بشكل عام، من درجه ان بس الليل يجي خلاص يناموا الليل للنوم فقط. فالساعه 5 في الشتاء الجو يعني ليل بقى تماما، فتلاقي الحركه في الشارع يعني قليله جدا. انما لما يكون بقى في الصيف بالذات والشمس تبدا تغيب من الساعه 9 بالليل، فهتلاقي الناس هنا كتير في الشوارع يرجعوا بقى البيت الساعه 10 بالليل. فاحب جدا الاجواء الصيفيه في المدن هنا، بيبقى لها كده حاجه خاصه تخليك تحبها. شوفوا دول ما شاء الله يعملوا الصور. خلينا نبوظ الصوره نطلع في الكادر اللي ورا. خليني اقول لكم، رغم ان القنوات المائيه اللي موجوده هنا في المدينه عزيزي المشاهد مشهوره جدا، تيجي الناس من كل انحاء العالم من جنسيات مختلفه عشان تتصور عندها، لانه يعتبر من ابرز المعالم السياحيه اللي موجوده للمدينه. ولكن خلينا نرجع شويه للقرن ال 18. خليني اقول لكم ان القنوات المائيه كانت اصلا جزء من التحصينات الدفاعيه للمدينه هنا عزيزي المشاهد، وكانت عباره عن خنادق مائيه عريضه جدا عزيزي المشاهد تحيطها الاسوار من كل مكان، وده علشان خاطر يعرفوا يتصدوا للعدوان ويكون صعب اقتحامها بشكل عام. فلحد يومنا الحالي يعتبر الميه ديت اصلا بتصب في نهر الدوسل او بتيجي من نهر الدوسل بشكل عام، وبيجيها برضو كل زوار من كل العالم عشان يعملوا صوره تذكاريه على القنوات المائيه الجميله ديت. وديت كانت محسسه الجنود بالشجاعه، واي اعتداءات ممكن تحصل من الخارج يعرفوا يصدوا العدوان، وكمان صعب اقتحامهم لداخل المدينه. اللي لاحظته جميل جدا النافوره اللي شكلها مميز ديت، عليها شخص راكب فوق السمكه وماسك بقها وفتحه، والسمكه طبعا بتخرج الميه، وغير ان وراه اطفال منحتين وشكلهم تحس ان هم اولاده بشكل عام، بس الشخص ده ماسك كعباره كده عن السيف او عصايه وقدامها خنجر، وتحس ان هو عايز يقتل السمكه. ولكن اكتر شيء لفت الانتباهي تدفق الميه اللي بيخرج عبر الصخور الجميله ديت، بجد مناظر روعه. والشخص ده اللي بيعمل رياضه طبعا واقف قدام تيشيرت المرور، بس بيسخن يفضل يتنطط علشان خاطر ما جسمه ما يبردش وكده ويروح الشغف. شوفوا الحديقه الجميله دي، حديقه حلوه للتنزه هنا. طبعا ما ينفعش نخش نقعد جوه. شوف الزهور والورد اللي موجود ده ما شاء الله. بس شوفوا النظافه، الصين كده الزرع مخلين شكله جميل تحفه بجد. تيجي تقعد هنا للتنزه والراحه بعد ما تخرج من المدينه، تعمل الان كافن اللي هو الشوبينج بتاعك، تيجي تقعد وتسترخى هنا على الكراسي. مناظر تحفه. حتى النافوره ديت تجسد برضو ان هنا كشخص ونساء رافعين سقف النافوره، وفوق برضو اطفال رافعين سقف النافوره التاني الدوريه، وكل شخص قاعد جنب سمكه او نوع من انواع الحيوانات التانيه المختلفه، زي اللي هناك ده مثلا كلب دوبر. يعني الصراحه المنطقه كامله متكامله من الجمال، احلى منطقه للاسترخاء قسما بالله. شوف هنا الكراسي، واو. ده كشك قديم قوي، تحس انه يعود لايام زمان لما كنا بنشوفه في الافلام الكلاسيكيه.
بس ده يبيع بقى البان، حاجه ساقعه، الحاجات ديت. ولكن هو واخد ديكور ان تحس ان هو اصلا كان بتاع جرايد، هو اصلا كان بتاع جرايد ولكن اتحول لكيوسك، اللي هو محل كشك كده يبيع كل حاجه. فتخيلوا كانت الفكره اللي هو بتاع اصلا اللي هو كان تبع الجرايد والاعلانات والحاجات ديت، وتحول دلوقتي ل 180 درجه لمحل يبيع بعض السلع الغذائيه البسيطه للناس هنا. شوفوا المنطقه ديت كلها اموال، مول هنا وقدام هنا تلاقي مول مول مول، شركات كلها محلات مشهوره، براندات عالميه، منطقه نابضه بالحياه واقتصاديه. وممكن تلاقي اوتيل في اي زاويه من الزوايات ديت، بس مستحيل اخد غرفه عشان خاطر اللي بيعزف موسيقى دي. تخيل صحينا من النوم الساعه 10 بالليل. عايز اقول لكم انا بحب النوم جدا بدري، بس عزفه حلو او الموسيقى اللي بيعملها حلو. ما شاء الله. دخلت مول هنا دي كلها محلات بس قافل، بس انت تحس انك داخل مدينه. وهنا في دفايات، يعني الجو هنا حار بره درجه الحراره 10، هنا ممكن تبقى حوالي 19 يبقى حر بالنسبه لنا هنا. فالدفايات يعني جايبه حر قوي. احنا في الطابق الاول هنا. واو، شوفوا شكل الديكوريشن، اول مره ادخل في حياتي المكان ده حرفيا. شوفوا شكل المكعبات والورد والزهور، مكان تحفه. انا اعتقد المكان اللي تحت ده هو فقط للاكل. اوكي، هو بس محلات ملابس ومطاعم وكده، بيجمع كل حاجه. مش عارف ايه المكان ده، بس ما اعرفش، اي هبد من داخل المدينه، المهم ياخدوا مساحه وخلاص. انا اللي لاحظته ان الاسعار في المول هنا حراقه جدا عكس بره ممكن تلاقي الملابس رخيصه ولا اي مهما كان الحاجات اللي انت بتتسواها تكون ارخص من هنا. في الداخل احس ان بيجمع براندات معروفه او مش معروفه، بس هدفها ان يبيع حاجه غاليه. ده محل مجوهرات، بس يستخدم الخواتم اللي تلبس الانسان البدائي اللي كان ضخم ده. وانا ايش عرفني ان الانسان البدائي كان ضخم؟ انا مش عارف، من خلال التصاميم والنحت اللي كانوا يرسموه على المنحوتات اللي بنلاقيها في الشارع اي هبد. عايز اقول لكم على حاجه يمكن اول مره اتكلم معاكم فيها. اول ما جيت هنا المانيا 2015، يعني نقطه التاقلم ديت ما كنتش عارف ازاي، يعني دي بعتبر نعمه من عند ربنا اداها لي الحمد لله. فازاي قدرت اتاقلم في البلد؟ كان الموضوع بالنسبه لي غريب جدا. اول يوم وصلت المدينه، تخيل عزيزي المشاهد، قسما بالله من غير GPS، من غير اي حاجه. كان عندي طبعا واحد صاحبي عنده عجله، اخدتها نزلت الفلف في المدينه بالليل. تخيل بالليل، يعني انت ما تبقاش شايف اي حاجه، وانتوا عارفين المانيا هنا اصلا بعد الساعه 8 بالليل، يعني لو في توقيت الشتوي او كده يبقى الجو كله ليل، ما تشوفش اي حاجه خالص حوالينك. فالمكان اللي انت بس تخرج من بيتك اذا رايح ماشي او بالعجله لازم تحفظ شكل الشوارع عشان ما تنساش. تخيلوا اول يوم بالليل قسما بالله خدت العجله فضلت الف فيها، كنت احفظ الشوارع ورجعت. الموضوع بتاع التاقلم ده احسه نعمه كبيره. ألمانيا بعتبرها أكتر بلد منظمة في إشارات المرور، إذا داخل المدينة أو الأرياف. بس داخل المدينة بالذات لو أنت ماشي بعربية هتقابلك مشاكل كتير أو بسبب الازدحامات اللي هتقابلها، وبسبب تنظيم الطرق والمرور، حركة المرور بشكل عام بيكونوا دقيقين فيها بحيث إن ما يحصلش أحداث أو مشاكل بشكل عام. حتى لما أنت تمشي ماشي تلاقي برضه إشارات مرور للمشاة بشكل عام لازم تلتزم بيها. فهنا بسبب اشارات المرور هتلاقي زحمه كتير جدا، والمشوار لو انت رايح لو في قلب المدينه فهتتاخر الصراحه. عشان كده ده اللي بيخلي الناس لو عندهم مواعيد، عندهم اي مشوار، لازم يروحوا بدري علشان خاطر الازدحام المرور اللي بيحصل داخل او في قلب المدينه. خلينا نقول لكم ان في هنا شركات اوبر، وبتقدر تتحرك بالعربيات التاكسي بتاعتهم في كل انحاء المدينه او خارجها، بس الاسعار بتكون بقى غاليه مش زي الدول العربيه. يعني انا المره اللي فاتت كنت في دورتموند، دفعت من دورتموند لمدينتي كانت حوالي 20 كيلو او يمكن 15 كيلو مش فاكر، بس على ما اتذكر دفعت حوالي 40 يورو يمكن اقل من 40 يورو. فالاسعار بتاعت الاوبر التنقل داخل المدينه او خارجها بتكون حراقه غاليه جدا. فعشان كده لازم الواحد لما يجي يخرج في داخل المدينه او خارجها يكون عامل جدول محترم ويرجع بدري عشان ما يتلدعش في مبلغ كبير لما يجي يرجع البيت، اذا كان بالتاكسي او باوبر. في ديت منطقه سكنيه، عماير كبيره شفتها في اسبانيا وايطاليا، كل دي بلكونه، كل بلكونه دي طبعا بيت في النص البلكونات تشبه بعض، والبلكونات الثانيه تشبه الاولانيه والثانيه. واو شكلها جميل.
يعني انا لما بشوف بيوت زي كده بتعجب، لان داخل الارياف او المدن التانية الصغيره نادرا لما تلاقي بيوت سكنيه بالضخامه اللي انا شايفها دي، لان كل مدينه بيكون لها ستايل مختلف في مبانيها، طريقه بناء. في اللي بيكون مثلا على شكل هاوس اللي هي الفيلل، البيوت التقليديه الالمانيه القديمه ديت، وفي اللي تلاقي مثلا المدن الحديثه تلاقي فيها العماير بقى السكنيه وكده. يوم السبت والحد تلاقي الكافيهات دي كلها والشوارع مليانه ازدحام ومليانه ناس عشان السهرات. يعني دلوقتي تتفاجئ ان هي فاضيه عشان خاطر اصلا فالنهارده التلات مش يوم اجازه وكده. شوفوا هنا تلاقي الصينيين ويابانيين وكوريين مسيطرين على المناطق هنا ما شاء الله في المانيا. وبس يا شباب يكون كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تدوا لايك عشان نوصل مليون قريب ان شاء الله. شوفوا فيديو جديده، مع السلامه.